حاضر في قمة ريو. رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في القمة قال: من الصعب أن نطالب الدول التي تنطلق اليوم نحو النمو أن تحافظ على البيئة التي دمرها الذين استفادوا منها وتقدموا. يوسف زويتني، سعيدة بن عائشة. دعا المغرب أمس الخميس بريو دي جانيرو إلى التنفيذ الفعلي لالتزامات دول الشمال في مجال المساعدة على التنمية لصالح دول الجنوب عن طريق رصد موارد مالية إضافية ونقل التكنولوجيا النظيفة بكلفة مقبولة وتقوية القدرات في مجال البيئة والاقتصاد الأخضر. وقال رئيس الحكومة: أن يتقدم اقتصادنا ونسعى نحو تيسير الحياة بالنسبة لمؤسساتنا الاقتصادية في انسجام مع احترام البيئة، في انسجام مع السير في اتجاه الطاقات المتجددة، الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، في انسجام مع تصفية المياه ومع معالجة الأزبال. وعبر عبد الإله بن كيران عن أمله في أن تسهم هذه القمة في الرفع من مستوى تعبئة المجموعة الدولية في طريقها إلى تحقيق التنمية المستدامة. ودعوتي للأقوياء قبل المستضعفين أن يكونوا في مقدمة من يعي خطر طريقة التنمية الغير المستدامة، وأنها في النهاية ستكون خطرا عليهم كما هي خطر على باقي البشرية. وخلص سيد بن كيران إلى القول إن انعقاد هذا المؤتمر حول التنمية المستدامة بريو دي جانيرو بعد 20 سنة من قمة الأرض الأولى بهذه المدينة يؤكد تشبث المجموعة الدولية بمرجعية إعلان ريو من أجل تنمية مستدامة أسسها خدمة الإنسان.